حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيفتي ويبوظ عربيات الناس. ده مش كلام انا، ده كلام واحد من الفولورز. تعال احكي لك الحكايه. العربيه سخنت منه وراح لعم دقدق، لقى ان الشمايز مسلخه ولقى الوش مشروخ ولقى البستم سايح جوه الشميز. ده نتيجه ان العربيه وصلت لدرجه حراره عاليه جدا ومشيت بيها. عم دقدق بقى شخص صح وقال ان العربيه جابت مكنه. قال له احنا هنغير المكنه عشان خاطر ده هيبقى تكلفته اقل من ان احنا نعمر. روح بقى هات مكنه، والمكنه ب 150,000 جنيه. طب يا جهبذ الميكانيكا مصدر السخونه ايه؟ قال لك انا هغير كده كده المكنه وهراجع على الكبس وراجع على الميه. اطلع جرب العربيه. طب يا عم دقدق العربيه بتسخن بس سخونه بسيط زي المره الاولى. قال له لا اصل احنا حاطين ميه مقطره لحد ما تلين وبعد كده هنحط ميه حمراء. في الاخر بعد يومين العربيه تجيب جوان وش سلندر. يا عم دقدق العربيه جابت جوان وش سلندر. قايل له ده عيب المكنه. وبعد كده الاقي في المسج حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيبوظ عربيات الناس. وبعد اذنك يا محرم انصحني. رشحنا له مركز من المراكز المحترمه والناس اللي فاهمه 100%. راح عند المركز راجع كل المصادر اللي ممكن تسخن العربيه. وبعد ما راجع عملي ان علبه البيئه الفحم اللي جواها كله سايح في بعضه والعلبه مكتومه على الاخر. وده السبب اللي سخن العربيه المره الاولى وسخنها المره الثانيه خلاها جابت جوان وش سلندر. غير علبه البيئه وغير جوان وش السلندر والعربيه بقى لها اكتر من 15 يوم ماشيه زي الفل. ما عايز تعرف مراكز خدمه رقم واحد ومحلات قطع غيار سيارات رقم واحد، انت بس هتسال محرم. سلام.